السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر راؤول اكينج. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنقدر ان احنا نتدرب على الركنة العمودي على رصيف. مع العالمي انت عالمي تقدر تتدرب على كل حاجة معانا، وتقدر تتدرب على كل حاجة صعبة بتقابلك سواء لوحدك او مع حد من قرايبك او مع الكابتن معاك. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر راؤول بيبدأ ان هو يظبط قراياته ويظبط ابعاده مع العربية مانيوال عشان يقدر يظبط الدخلة بتاعته مع الركنة العمودي على الرصيف. طبعا احنا بنعملها بالايماع علشان يبقى العميل عنده الثقة الكاملة ان هو يقدر يعملها من غير خوف، ولا ان هو يخبط عربية حد، ولا ان هو يخبط في حيطة او في شجر او في اي حاجة. بس زي ما انتم شايفين انا ببقى بعملها وانا واقف بره عشان ادي الثقه الاول للعميل، لان الثقه ديت مش حاجه سهله ان انت تدي العميل العربيه وتعلمه الحركه كويس وتبقى واثق فيه. ده بيديله حافز كبير جدا ان هو يقدر يتعلم بصوره سليمه وبطريقه سريعه، وفي نفس الوقت بيديك اداء مذهل. زي ما احنا شايفين دلوقتي ان المسافه طبعا قدامه ضيقه علشان انا ببقى حاكمه، ما ينفعش ابقى اخش لقدام كتير، لازم ابقى حاطط لنفسي بعد معين عشان اقدر اتحرك فيه. دلوقتي مستر راؤول هيبدا ان هو يبص في مرايته اليمين والشمال، عشان لازم وهو ماشي يحدد ابعاده مع مراياته، ويشوف في كل مرايه فيها قمع يمين وقمع شمال، او لو دي عربيه يمين وعربيه شمال فبالتالي لازم في كل مرايه يكون شايف ابعاده كويس وشايف العربيات اللي وراه. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع مستر راؤول بيبدا ان هو يركز في مرايته، بيشوف طبعا انهي زاويه اضيق ويبدا ان هو يحرك الدركسيون على اساسها. يبدا يتحرك طبعا واحده واحده، لقى ان هناك مثلا الزاويه ضيقه بيكسر يمين، الزاويه الناحيه الثانيه ضيقه بيكسر شمال. كل ده على اساس مرايته، انا ما بحددلوش اي حاجه، هو اللي بيحدد لوحده. وزي ما انتم شايفين نبدا نبص على الركنه وهو بيركن واحده واحده. طبعا تركيز جميل جدا مع تدريب قوي جدا. طالما انت اتدربت صح فبالتالي هتتعلم صح، وهيبقى عندك الثقه وهتطلع على الطريق مش هتخاف من اي حاجه. طبعا التركيز في المرايه قوي ما شاء الله، ربنا يبارك. وقدر ان هو يركنها بكل احترافيه. عايز تتعلم الركنه فمكانك هنا في العالمي. تقدر تتعلم الركنه، تتعلم على مانيوال، تتعلم على اوتوماتيك، تكون محترف معانا. شكرا ليك مستر راؤول، نتمنى لك التوفيق وهنخش على الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا النهاردة مستر راؤول اكينج. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل الركنة الموازي على الرصيف. طبعا احنا بنعملها بالايماع علشان طبعا العميل يبقى عنده القدرة ان هو يقدر يستجيب كويس، يقدر ما يكونش عنده خوف ولا عنده رهبة ان هو يخبط عربية حد سواء قدامه او وراه. تاني حاجة علشان تديله الثقة الكاملة ان انت بتسيب العربية وبتفضل تخلي العميل هو اللي بيتحكم تحكم كلي في العربية، علشان لما يجي يطلع على الطريق يبقى عارف ان هو اي خطوة بيخطيها لقدام او يمين او شمال هو المتحكم فيها. انت مالكش اي دعوة بيه خالص وهو سايق، غير انك بس بتوجه سواء يمين او شمال او في اشارة او في مطب، لانه ما يبقاش حافظ الطريق. انما ما ينفعش تطلع على الطريق مع العميل وتطلع تمسك له الدركسيون وتلاقي نفسك كل شويه تشد له فرامل او تشد له هاند بريك. كل ده بيؤدي ان العميل يطلع من تحت ايدك خايف او عنده رهبه او عنده فوبيا، او تخلي العميل اصلا يتعقد من السواقه او لا قدر الله يعمل حادثه. انما انت لما بتديله الثقه اللي عندك، او بمعنى اصح بتعمل كوبي منك في العميل اللي عندك، ده بيعلي من شأنك مش بيقلل من شأنك خالص، بالعكس ده بتخلي العميل ماشي من عندك مبسوط وفي نفس الوقت مستفيد، وانت كمان مبسوط ان انت حققت رغبة العميل ان هو قدر يتعلم السواقة في اقل وقت ممكن باقل تكلفة، وكمان طلع على عربيته من غير ما يحتاج اي كورس تاني. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر راؤول كان نزل مع كذا اكاديمية قبلينا وجرب معاهم كذا مرة. طبعا الوقت ما كانش كويس معاه، او المسافة بتاعته كانت بعيدة عن العميل، او ان المدرب ما عرفش يوصله المعلومة كويس، فبالتالي لجأ لينا مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. فبالتالي ابتديت ان انا انزل معاه، وزي ما انتم شايفين دي النتيجة اللي احنا بنبدأ نوصل لها. بعلمه طبعا ان هو اول حاجة الثقة في النفس، بعلمه ان هو يثق في الكابتن قبل ما يثق في نفسه، بعدين بنقله الثقة دي كلها ليه علشان يبقى بالمستوى المطلوب بتاعه.
ما ينفعش ان انا ابقى والله بقعد بقى بضحك عليه. هو شخصيا مش مثلا مش من مصر او مش من القاهره، فبالتالي لا انا سهل اضحك عليه. لا طبعا مستحيل الكلام ده كله يحصل عندنا. لازم تحترم اي عميل ايا كان جنسيته، لازم تحترم رغبته في تعليم السواقه. هو جاي عشان العلم ده مش عنده، فبالتالي انت بتنقله له. ما ينفعش بقى تقول لا هنزود حصص، هنزود ساعات، هنزود. لا، احنا الراجل جاي زيه زي اي عميل، لازم نديله الخدمه بتاعته كامله وعلى اكمل وجه، ونمشيه كمان مبسوط وسعيد. وما ينفعش ابدا ان احنا نقلل عليه الوقت او نزود عليه التكلفه لانه مثلا مش من القاهره. فزي ما احنا شايفين دلوقتي مع مستر راؤول اكينج مع اكاديميه العالمي لتعليم قياده السيارات، بيبدا يركز كويس جدا في المرايات بتاعته. طبعا انا مديله الحريه والثقه ان هو يقدر يتحرك قدام ورا، يتعلم براحتك. انت جاي تغلط، مش جايين ان احنا داخلين سباق ولا جايين كورس احترافي، لا احنا جايين واحده واحده بنتعلم، علشان على قد ما بتتعلم صح على قد ما بتطلع على الطريق وانت واثق من نفسك. ما بتبقاش طالع وانت خايف الحقني يا كابتن، او انا هخبط، او انا حاسس ان انا هخبط، او لا، انا عايزك انت من جوه تبقى برنس في نفسك، تبقى حاسس بكل حاجه في العربيات اللي حواليك، في عربيتك حاسس بكل دوسه انت بتدوسها، سواء في البنزين او في الفرامل او في الدبرياج او في سنه الدريكسيون. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر راؤول قدر ان هو يركن العربيه كويس جدا طبعا بين الاقماع. هيبدا بس يرجعها ورا عشان المسافه بتاعته تكون مظبوطه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله التحكم الكلي للعربيه مانيوال، عربيه الممتاز جدا معانا مستر راؤول اكينج. طبعا ما خبطش ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا. طبعا مستوى ممتاز جدا جدا جدا، لانك طول ما انت مع العالمي فانت عالمي، مش محتاج تاخد اي حاجه تاني ولا محتاج تعمل اي حاجه تاني. نبص على الركنه من الجنب ما شاء الله عليه، مستوى ممتاز جدا جدا جدا. نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد من أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا النهاردة مستر راؤول أكينج في النهاية بتاعتنا مع آخر حصة بتاعتنا على الطريق. معانا مستر راؤول هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل من غير ما تبص عادي. أنا مبسوط أوي والله، كورس تمام جدا جدا. إن شاء الله يعني أتمنى برضه أكون متابعين دائما، وإن شاء الله برضه لو في حد عايز يتعلم برضه من عندنا ممكن أكلمه يجي برضه يتعلم برضه. يشرف وينور طبعا. كان في استفادة عندنا ولا زي الأكاديميات اللي بره؟ لا والله استفادة 100% ممتاز جدا. جربت أنت بتهيألي كذا أكاديمية بره وما عرفتش استفادة صح كده؟ وأنا جيت هنا في الأكاديمية العالمية ده الحمد لله استفدت أوي. في حاجات كتير والله يعني غايته مبسوط أوي فيها، وفي حاجات كنت ما أعرفش. دلوقتي أنا بقيت يعني ممتاز. قصرت معاك في أي حاجة ولا في أي حاجة تقصير لا منها؟ ما قصرش معايا يا معلم، أنت برنس والله. الله يكرمك الله يخليك. يديك الصحة، فأنا دلوقتي مبسوط جدا يعني. الله يكرمك الله يخليك. الله يخليكم. زي ما احنا شايفين اهو ماشيين، طبعا داخلين على زحمه، داخلين على ميدان الجيزه طبعا عشان هو بينزل في ميدان الجيزه. وطبعا بنديله هديه بسيطه كده بس عشان يبقى متذكرنا معاه ان شاء الله، ونبقى نشوفه في اسرع وقت تاني بعربيته بقى مش يتدرب معانا. شكرا ليك مستر راؤول، اتمنى ليك التوفيق. السلام عليكم.